جربتوا قبل كده تشربوا عصير الليمون بالطريقة دي؟ عايزة اقول لكم ان هو طعمه مختلف جدا وبجد بيبقى حلو قوي، وطريقته سهلة قوي، بس بتودي كوباية الليمون دي في حتة تانية خالص، تبقى منعشة اكتر ما هو اصلا منعش، تبقى كمان مغذية وحلوة قوي للاطفال. تعالوا يلا اقول لكم على طريقة العصير ده بتتعمل ازاي. هنكون مجهزين ليمونتين ومية ساقعة وكوباية لبن والسكر وكيس فانيليا. هنجيب الخلاط بتاعنا هننزل فيه بالليمون، وبعد كده هنحط كمية السكر بقى اللي كل واحد بيحبها، وبعد كده هنحط عليها المية الساقعة بتاعتنا، وهنضربهم في الخلاط كويس قوي مع بعض. ما تزودوش مية، يعني خلوا المية كمية قليلة، وهنصفيها كويس قوي. بعد ما نضربها في الخلاط نصفيها كويس. ادي ده الليمون. هنرجع نفضيه تاني بعد ما نغسل الخلاط، نفضي الليمون ده تاني ونحط عليه كوباية اللبن بتاعتنا، ونحط عليها كيس الفانيليا، ونرجع نضربهم تاني في الخلاط. عايزه اقول لكم ان هو بيعمل فوم وبيبقى طعمه يجنن، طعمه بيبقى مختلف جدا. اللي ما جربش الليمون بالطريقه دي قبل كده لازم تجربوه. بصوا لونه مختلف ازاي، هيبان كمان وانا بحطه في الكوبايه بتاعه الليمون، هيبان قوي معاكم. اهم حاجه لو بتعجبكم وصفاتي ما تنسوش تعملوا لي لايك وفولو وشير وحركه الاكسبلور، ولازم تجربوا الليمون بالطريقه دي، وهستنى تكتبوا لي رايكم في الكومنتات، لانه بجد انا متاكده ان هو هيعجبكم. ده الفوم بتاعها، الفوم بيبقى طعمه حلو جدا، بيبقى طعمه كريمي قوي. وبس كده بقى جاهز معاكم احلى كوبايه عصير ليمون باللبن والفانيليا تجنن. هستنى بقى رايكم في الكومنتات. يلا باي باي.